يا أهلا بالفيلموية. بيحكي فيلمنا النهاردة عن بنت بتغرق السفينة بتاعتها وبتقدر توصل لجزيرة استوائية مهجورة، وبعد كام يوم بيبدأ الموج يرمي في جثث أصحابها واحد ورا التاني على الشط. وفي وسط كل ده بيظهر كائن بحري مرعب بيبدأ يهاجم الجزيرة كل يوم بالليل عشان طبعا يقتل أي شخص عايش عليها وياكله. وهنا بتلاقي البنت المسكينة نفسها متحصرة، يا إما تموت على إيد الوحش يا إما تموت بسبب العوامل الجوية المتغيرة اللي بتحصل على الجزيرة. فيلا بينا نشوف إيه اللي هيحصل معاها. بيبدأ فيلمنا بجين وهي خارجة من المية تعبانة ومرهقة، وده بعد ما المركب بتاعتها غرقت في العاصفة. وفجأة بنشوف جنبها صديقها براد وهو بيحتضر بسبب دخول قطعة من الشعب المرجانية في بطنه. فبتبدأ جين تنادي على حبيبها لوكاس عشان يجي ينقذها، بس محدش بيرد عليها. وهنا بتتأكد إنها لوحدها على الجزيرة ولازم تعمل أي حاجة عشان تنقذ براد، وبتبدأ تساعد براد عن طريق سحب القطعة من بطنه. وساعتها بيصرخ براد وبيقول لها إن في وحش كان عايز ياخده، بس جين بتفتكره بيخرف بسبب العطش والتعب، وعشان كده بتجري تدور على مية عشان تشربه. وفعلا بتقدر إنها تلاقي ثمرة جوز هند فبتكسرها وبترجع تاني لبراد عشان تشربه لبنها. لكن للأسف لما بترجع بتلاقيه مات. فبتقعد جين تعيط لأنها مش بتبقى عارفة هتعمل إيه. وبعد كده بتاخد مسدس الإنقاذ من جاكيت براد، وبعدها بتبدأ تستكشف الجزيرة على أمل إنها تلاقي أي حد من اللي كانوا معاها على سطح المركب. وبتقدر إنها تلاقي حاجات كانت بتاعت ناس كانوا موجودين على الجزيرة قبلها، فبيبقى عندها أمل بإنها تقدر تخرج من الجزيرة بأمان زيهم. وبعدها بتبدأ تاخد الحاجات اللي هتساعدها في الحياة على سطح الجزيرة لحد ما حد يجي وينقذها. وفجأة وهي واقفة بتسمع صوت تخبيط جاي من جذع شجرة قديم. لما بتروح ناحيته عشان تشوفه بتتفاجئ بطائر بيطير في وشها. بالليل بتجيب ورقة نخل وبتغطي بيها جثة براد، وبعد كده بتستخبى بين الأشجار عشان بتحصل عاصفة شديدة. وتاني يوم الصبح بتلاقي مجموعة كبيرة من الأسماك مرمية على شط البحر، فبتبدأ تجمعهم وبتتفاجئ لما بتلاقي سمكة قرش صغيرة متشوهة ومرمية على الشط، بس مش بتركز معاها وبتروح تنظف السمك اللي جمعته وبتعينه في تلاجة الرحلات اللي لقيتها في الغابة. وبعدها بتكمل استكشاف في الجزيرة، لكنها بتتفاجئ بوجود قبور في قلب الغابة. بس بيجي في دماغها فكرة، وهي إنها تدفن براد قبل ما جثته تعفن على الشط. وفعلا بتحفر قبر ليه وبتنقله من على الشط وبتدفنه فيه. بالليل بتولع نار عشان تدفي نفسها وكمان عشان تشوي السمك اللي جمعته الصبح، وبتنام على أمل إن حد يجي ينقذها تاني يوم الصبح. وتاني يوم بتقوم تتمشى على الجزيرة وبتتفاجئ إن قبر براد محفور والجثة متاكلة. فبتنصدم لأن ده معناه إن في حيوان مفترس عايش معاها على الجزيرة، وعشان كده بتعمل رمح من فروع الشجر وبتجيب خشبة كبيرة وبتولع فيها النار عشان لو في أي حيوانات مفترسة على الجزيرة تخاف من النار وما تقربش منها. وبتفضل قاعدة مجهزة نفسها ومستعدة لأي هجوم. وفعلا بالليل بتحس بحركة غريبة في أشجار الغابة، بس بعد دقايق كل حاجة بترجع زي ما كانت. وتاني يوم بتلمح جين الشنط بتاعتها وهي عايمة على وش المية، فبتنزل المية عشان تجيبهم، لكنها بتتفاجئ بوجود حفرة عملاقة في قاع البحر. فبتترعب لأن ممكن الحفرة دي يبقى مستخبي فيها حوت ضخم ولا سمكة مفترسة، وعشان كده بتاخد الشنط بتاعتها وبترجع بسرعة للجزيرة. وهناك بتفتح الشنطة وبتطلع اللبس بتاعها وبتلبسه، وده لأن الليل على الجزيرة بيبقى برد جدا. وبالليل بتسمع صوت طيارة في السماء، فبتجري وهي معاها مسدس الإنقاذ وبتضرب شعلة في الجو. لكن للأسف اللي في الطيارة مش بياخدوا بالهم منها، خصوصا إن الدنيا ليل. ولما نزل توهج الشعلة على سطح المية شافت جين كائن ضخم خارج من المية، فبتترعب وبتطلع تجري وبتستخبى بين الأشجار. وساعتها بتشوف رجلين الكائن ده وهو بيتمشى على الجزيرة. وتاني يوم بتشوف جين مجموعة صور للناس اللي كانت قاعدة على الجزيرة قبلها، وفي صورة منهم بتلاحظ عيون مرعبة واقفة في الضلمة. وهنا بتتأكد ان اللي شافته امبارح كان حقيقي، وان في وحش بحري عايش على الجزيرة دي. وعشان كده اخدت شنطتها وحاولت تعملها مركب عشان تقدر تهرب من الجزيرة، لكن للأسف محاولتها بتفشل. فبترجع تاني للجزيرة وبتدخل في قلب جذع شجرة قديم وبتحاول انها تنام. بالليل بتسمع صوت الوحش وهو بيتمشى على الجزيرة، وفجأة بيهاجم الوحش جذع الشجرة اللي هي نايمة جواها وبيحاولوا انه يكسره، لكنه في النهاية بيسيبه وبيرجع تاني للمية. وتاني يوم بتخرج من جذع الشجرة وبتبدأ تصطاد سمك لأن السمك اللي كان معاها خلص. وبعد محاولات كتير بتقدر إنها تصطاد سمكة قرش صغيرة، فبتعلقها على شجرة وبتستخبى في حفرة قريبة منها عشان تقدر تشوف الكائن اللي بيظهر كل ليلة على الجزيرة. وفجأة بيخطف الكائن السمكة وبيختفي بيها قبل حتى ما جين تقدر تشوفه. وتاني يوم بتشوف جين جثة واحد من أصحابها على الشط، وبتبقى الجثة دي متشوهة ونصها متاكل.
وعشان كده بتقرر جين إنها تعلقه مكان سمكة القرش بتاعت امبارح عشان تقدر تشوف الكائن من تاني. وفعلا الليلة دي بيخرج الوحش ببطء من المية وبياخد الجثة، وفجأة بتسمع صوت طيارة تانية بس مش بتقدر تخرج من المخبأ بتاعها وتضرب طلقة بمسدس الإنقاذ، وده لأن الوحش كان واقف على الجزيرة وما كانش عايز ينزل المية. وتاني يوم بتقرر جين إنها تعمل مخبأ فوق الأشجار عشان تبقى في أمان بعيد عن الكائن المرعب ده، وفعلا بتقدر إنها تعمل سرير على ارتفاع عالي، وبكده هتقدر جين تبقى في أمان بعيد عنه. لكن للأسف بيطلع الوحش ده ذكي جدا وبيقطع لها السرير وبيهجم عليها عشان ياكلها، لكن جين بتقدر تطعنه في بطنه بالرمح اللي معاها، فبيضربها الوحش وبيهرب للمية بأسرع وقت ممكن لأن جين عورته جامد في بطنه. وتاني يوم بتشوف جين الجروح اللي حصلت لها بسبب الوحش، وكمان بتلاحظ ان دم الوحش اللي على جسمها لونه اسود وريحته وحشة جدا، وعشان كده بتقرر انها تنزل تستحمى في المية عشان ريحة الدم ما تجذبش الوحش ليها. وفعلا بتنزل جين تستحمى في البحر وهي مش خايفة، وده لان الوحش مش بيخرج من المية غير بالليل، وكمان كانت متوقعة انه مش هيظهر لفترة بسبب الجرح اللي في بطنه. ولما بتخرج من المية بتلاحظ ان في عوامة بتقرب من الشط، وعشان كده بتنزل تجيبها يمكن يكون فيها حد من اصحابها. وفعلا لما بتقرب منها بتشوف في العوامة حبيبها لوكاس وصاحبتها ميا، فبيرجعوا كلهم للشط بتاع الجزيرة وبتحضنهم وهي فرحانة لان اخيرا بقى معاها حد تتونس بيه. وبعد كده بتجهز لهم الاكل وبتاكلهم، وبعدها بتقول لهم احنا لازم نمشي من هنا في اسرع وقت. فبيستغربوا من كلامها وبيقول لها لوكاس هنمشي من هنا ازاي وليه؟ فبتقول لهم ان المكان هنا مش امان، وان في وحش بحري مفترس بيخرج كل ليله عشان ياكل اي حد موجود على الجزيره، وان الوحش ده اكل جثه صاحبهم براد. وبتكمل كلامها وبتقول لهم ان الوحش عايش في حفره عملاقه في قاع البحر وبيخرج كل يوم بالليل منها عشان ياكل. وللأسف لوكاس وميا مش بيصدقوها خالص، وبيفتكروا ان بسبب قعدتها لوحدها على الجزيره اتجننت وبدات تتخيل حاجات. وبتقول لها ميا ان براد اكيد لسه عايش لان قلبها بيقول لها كده، فبتتعصب جين عليها وبتقول لها قبره هناك على الشط اهو، روحي هناك وهتقدري تشوفي دمه، وده لان الوحش اكل جثته. فبتتعصب ميا من كلامها وبتمشي. اما لوكاس فبيقول لها هو الوحش ده شكله عامل ازاي؟ فبتقول له جين انه هجين مرعب بين سمكة قرش وانسان، وكمان طويل جدا وعنده قوة غريبة وسرعة مرعبة. وبتكمل كلامها وبتقول إن عنده 4 عيون في وشه، وكمان دمه اسود وريحته وحشة جدا، بس برضه بيبقى واضح على لوكاس إنه مش مصدقها. وبعد كده بتروح جين تصالح ميا وبتحاول تواسيها في موت حبيبها براد، بس ميا بتعيط وبتقول لها أنا ما كنتش مصدقة إني أوصل على الجزيرة دي، أنا كل اللي كان في دماغي وأنا في العوامة إنها ممكن تتخرم من الشمس وهنغرق أنا ولوكاس أو هنموت من الجوع أو العطش، وعشان كده أنا مش همشي من الجزيرة دي إلا لما حد يجي ينقذني ويرجعني لبلدي. فبتقول لها جين إن الموت في البحر أحسن 100,000 مرة من الموت على إيد الكائن المرعب ده، بس ميا بتقول لها أنت مجنونة، مفيش حاجة اسمها وحوش أصلا. فبتتضايق جين من كلامها وبتروح للوكاس وبتقول له إحنا لازم نمشي من هنا قبل ما الليل يدخل علينا، بس بيتجاهلها ومش بيرد عليها. وهنا بتتضايق جين من عدم تصديقهم ليها وبتقول له على فكرة إحنا لو فضلنا قاعدين على الجزيرة دي هنموت. وهنا بيقرب منها لوكاس وبيقول لها ما تقلقيش، أنا متفاهم إنك قعدتي فترة طويلة على الجزيرة لوحدك، لكن دلوقتي إحنا بقينا معاكي، وقريب قوي هيجي حد وينقذنا كلنا من المكان ده، ولو في وحش بجد هيخاف يقرب مننا وإحنا مجموعة. وهنا بتتأكد جين إن لوكاس وميا مش هيهربوا معاها من الجزيرة، وعشان كده بتاخد السكينة بتاعت لوكاس حبيبها وبتروح تاخد كل حاجتها وبتحاول تهرب لوحدها بالعوامة بتاعتهم. لكن لوكاس وميا بيشوفوها وبيجروا عليها وبتضربها ميا، فبتقع جين في المية وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في شجرة وهم قاعدين جنبها، وبتقول لها ميا إن الليل دخل عليهم أهو وما فيش وحوش ظهرت ليهم. أما لوكاس فبيقول لها أنت مجنونة مش طبيعية، الليل دخل علينا أهو وما فيش أي وحوش ظهرت. بيكمل كلامه وبيقول لها انت السبب في موت اصحابي، لانك اصريت اننا نتحرك بالمركب واحنا مش عارفين الطريق، وعشان كده دخلنا في عاصفة والمركب اتدمرت واصحابي كلهم ماتوا فيها. انا عايز اعرف دلوقتي انت لو كنت قدرتي تهربي ورجعتي تاني للمدينة هتعيشي فين وهتصرفي على تعليمك منين؟ انت ناسيه ان انا اللي بصرف عليكي؟ بس جيم مش بتبقى مهتمة بالكلام اللي هو بيقوله، وبيبقى كل اللي بتفكر فيه انها تهرب من على الجزيرة او تستخبى، لان الوحش هيخرج في اي وقت من المية وهيقتلهم كلهم. وفي الوقت ده بنشوف ميا وهي بتتمشى على الشط، وفجأة بيظهر الوحش من وراها فبتصرخ بصوت عالي، فبيجري لوكاس ناحيتها وهو في ايده خشبة مولعة، وبيتصدم لما بيلاقي وحش مخيف بيهاجم ميا، فبيحاول ينقذها من ايده بس الوحش بيلف وبيرميه بعيد. وفي نفس الوقت بتقدر جين تفك نفسها وبتجري ناحيتهم عشان تنقذ ميا من ايد الوحش، بس للأسف الوحش بياخد ميا وبينزل بيها تحت المية.
فبتاخد جين لوكاس وبيجروا ناحية الغابة عشان يستخبوا فيها، وتاني يوم بيخرجوا من الغابة وبيرجعوا تاني للشط. وهنا بيتأكد لوكاس من كلام جين، وعشان كده بيقرر يهرب معاها على العوامة، وبعدها بيقوم يساعدها في صيد السمك وبيبدأ يشوي عشان يلاقوا حاجة ياكلوها في رحلتهم. وبعد ما بيجهزوا كل حاجة بيحطوها في العوامة وبينطلقوا. بس بتلاحظ جين وجود دم في العوامة، فبتخاف لا يشم الوحش ريحة الدم ويهجم عليهم، بس بتحاول تطمن نفسها لأن الوحش مش بيظهر بالنهار، بس بيهاجمهم الوحش وبيحاول ينط في العوامة عشان يقتلهم. بس لوكاس بيقفل العوامة عليهم عشان يمنع الوحش من الهجوم عليهم. بس الوحش بيطلع ذكي جدا وبيبدأ يخرم في العوامة عشان يغرقها بيهم. وهنا بيخرج لوكاس مسدس الإنقاذ اللي معاه وبيضرب الوحش بيه، وفعلا بيبعد عنهم الوحش لفترة صغيرة، بس بيرجع يهجم عليهم تاني وبيخطف جين وبيحاول ياخدها للكهف بتاعه. بس هي بتخرج السكينة اللي أخدتها من لوكاس وبتطعن الوحش في بطنه، فبيسيبها الوحش وبيبعد عنها. لكن الوحش مش بيستسلم وبيهجم مرة تانية، بس مش عليها، لا ده بيهجم على لوكاس وبياخده للكهف بتاعه. بتبقى جين واقفة بتتفرج على المشهد ده ومش بتبقى عارفة تنقذ حبيبها اللي بيموت قدام عينيها. وبعد كده بترجع جين للجزيرة من تاني وبتقرر انها تحارب الوحش ده، ويا تقتله يا اما هو اللي يقتلها. وبتبدأ تجمع في خشب كتير وبتصنع منه رماح، وكمان بتجمع في أوراق النخيل وأغصان أشجار عشان تقدر تحرقهم في الوقت المناسب. وبعد ما بتجهز كل حاجة بتقعد تكتب رسالة بتحكي فيها كل اللي حصل لها هي واصحابها على ايد الكائن ده عشان لو ماتت في معركتها ضد الوحش. وبعد كده بيدخل الليل وبيظهر الوحش للمرة التانية، بس جين بتبقى مستعدة للمرة دي، بتحبسه في حلقة نار وبتبدأ تطعن فيه بالرماح اللي هي صنعتها. لكن الوحش كان قوي جدا وعشان كده بيقدر انه يضربها وبيخرج من حلقة النار دي، بس هي مش بتستسلم وبتكمل هجوم عليه وطعن فيه. وبعد عذاب طويل بتقدر جين انها تقتل الوحش، وبعدها بتقرر انها تقطع راسه عشان يبقى معاها دليل على وجود كائن زي ده. وفي النهاية بتقف جين على الجزيرة وهي مش مصدقة انها قدرت تخلص على الوحش ده، لكنها بتبقى خايفة، وده بسبب انها مش هتعرف تهرب من الجزيرة لان العوامة اللي المفروض تهرب بيها اتخرمت، وكمان مش هتعرف تعيش عليها، وده لانها اتحرقت في حربها ضد الكائن ده. وبيخلص فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.